بالنسبه للاصابه ماشي الوزن الثقيل هو اللي غادي يخليك تعرض للاصابه. مؤخرا استنتجوا بان الطريقه ديال التدريب اللي كتكون ببطء وبكونترول وماشي ضروري تكون كتريني مسكراسيون وكتهز الثقل. السلام عليكم، معك عبد الصمد، مرحبا بك في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على التكرارات او لي ريبيتيسيون وشنو خاصك تعرف عليهم. لي ريبيتيسيون او التكرارات. لي ريبيتيسيون هي واحد الحركه اللي كنديروها في كمال الاجسام او التكرارات، بحال مثلا فاش كتهز الثقل وتنزلو وتدفعو كتعتبر واحد ريبيتيسيون. وشحال من ريبيتيسيون غدير في كل سيري كيختلف على حسب الهدف ديالك. فمثلا التكرارات من 3 حتى ل 5 كنديروهم باش نزيدو القوه ديالنا ونزيدو نهزو اوزان ثقيله اكثر، حيث الا درتي تكرارات قلال كتقدر تهز وزن ثقيل. وهاد الطريقه كيديروها اغلبيه ديال الابطال في الفتره ديال الراحه ديالهم. وبالنسبه للريبيتيسيون من 3 حتى ل 5 ضروري كيخصك تهز واحد الوزن اللي ثقيل اللي غادي يخليك دير فيه 3 ولا 4 ولا 5 ديال لي ريبيتيسيون تكون وصلتي للفشل العضلي، استنزفتي الطاقه ديالك كامله. من مور لي ريبيتيسيون قلال من 3 حتى ل 5 تيجيو لي ريبيتيسيون من 8 حتى ل 12. فبالنسبه للناس اللي الهدف ديالهم باش يزيدوا الحجم ديال العضلات، لي ريبيتيسيون بين 8 و 12 هما الانسب باش تزيد كتله عضليه. والا كان الهدف ديالك هو تحسين اللياقه البدنيه تيكونوا التكرارات من بين 12 حتى ل 20 ولا اكثر. وهذه واحد الطريقه اللي الاغلبيه تيخدمها في المرحله الاخرانيه اللي كتكون قبل من البطوله، حيث كتحرق لي كالوري بزاف وكتحافظ على الكتله العضليه وما تيكونوش اصابات بطبيعه الحال. بالنسبه للاصابه ماشي الوزن الثقيل هو اللي غادي يخليك تعرض للاصابه، فبالعكس تقدر تعرض للاصابه بوزن خفيف الا كنتي ما كتخدمش بتكنيك مزيانه ولا بطريقه مزيانه، كنتي كتخدم بطريقه غلطه. فمثلا الا جا واحد الشخص وخدم ب 150 كيلو وكيكون محضر عقله في اللحظه اللي تيكون هز فيها الثقل ما كيتعرضش للاصابه، ولكن تقدر تهز غير 20 كيلو ولكن عقلك ما كاينش معك ومرفوع وما كاينش تركيز وما كايناش تكنيك، هنا تقدر تعرض للاصابه. وحتى التكرارات اللي كيتخدموا بسرعه ولا اللي كيتخدموا بالزربات هادو كيكونوا خطر، كيقدروا يخليوك تعرض للاصابه، لان الخدمه بالزربه كتخلي الضغط على المفاصل وهذا الشيء تيخلي الانسان يكون عرضه للاصابه. الرياضه ديال كمال الاجسام كتعتبر من بين الرياضات الامنه ما كيتعرضوش فيها الناس للاصابه، ولكن ما كيتحققش هذا الشيء حتى كتكون كتخدم بطريقه صحيحه وطريقه مزيانه. والا كان الهدف ديالك هو تكبر العضلات فراه ما خاصكش تكون كتغش في التمارين ديالك، بحال مثلا في التمرين ديال البريس تكون كتدخل مثلا كتدفع برجليك، فماشي مشكله تخلط العضله ديال التريزيبس ولا الكتف لقدام، ولكن الا بديتي كتحرك الجسم ديالك كامل كتولي كتعتبر راه كتغش. مثلا في البيسيبس الا بغيتي تخدم البيسيبس خاص العضله ديال البيسيبس بوحدها اللي تخدم، ما تدخلش مع العضله ديال الرجلين باش تهز ترفع الثقل. ضروري كيكون كيخصك تكونسونطرا على ديك العضله اللي بغيتي تخدم. الرياضه ديال كمال الاجسام في طريقه ديال التدريب ديال الابطال في الاولد سكول ماشي الطريقه ديال التدريب ديال الابطال دابا. في الاولد سكول كانوا كيعتمدوا بزاف على الثقل وكيخدموا بطريقه سريعه ماشي بحال دابا ولاو الدراري ما تيعتمدوش على الثقل بشكل كبير ولكن كيعتمدوا على المدى الحركي. بحال مثلا ارنولد كان كيخدم البيسيبس بواحد الطريقه مختلفه على الدراري اللي كانوا في الجينيراسيون ديالو، كان كيخدم البيسيبس ببطء وكيكونترولي الموفمون باش يكون نازل وفاش يكون طالع، وكانت عنده بيسيبس كبيره مقارنه مع الدراري الاخرين اللي كانوا كيخدموا بطريقه مختلفه عليه، كانوا كيخدموا بالزربه وتيدخلوا عضلات اخرين بحال الرجلين ولا لومبير في التمرين ديالو، واخا كانوا كيرفعوا اوزان ثقيله. لان الا كنتي كدير مدى حركي للعضله كامل وبطريقه بطيئه وبكونترول كتكون العضله كتستجب اكثر. والابطال مؤخرا استنتجوا بان الطريقه ديال التدريب اللي كتكون ببطء وبكونترول كتعطي نتائج احسن من الطريقه اللي كتكون كتخدم بها بالزربه. والا خدمتي ببطء الاوزان اللي غادي تهز ماشي هما الاوزان اللي غادي تهز الا كنتي كتخدم بالزربه، لان الا خدمتي ببطء مثلا تقدر تهز في البيسيبس مثلا 20 كيلو، ولكن الا خدمتي بالزربه راه تقدر تهز ضعف ديال هذا الوزن هذا، ولكن النتيجه كتكون احسن الا خدمتي ببطء وبوزن اللي معتاد اللي غادي يخليك توصل للفشل العضلي في لي ريبيتيسيون الاخرانيه. واحد المعلومه اخرى، الا اختاريتي مثلا الوزن اللي غادي تخدم به واحد السيري مثلا غادي توصل ل 10 ديال لي ريبيتيسيون غادي توصل للفشل العضلي ما تقدرش تدفع.
هنا الا استعنتي بشي صديق يعاونك باش تزيد مثلا واحد جوج ديال لي ريبيتيسيون، هاد الطريقه كتخليك تحفز انسجه عضليه اكثر. التكرارات هما اهم حاجه في بناء العضلات، داكشي علاش الا بغيتي توصل لنتيجه مزيانه كيخصك تجرب بزاف ديال الانواع ديال التكرارات وبزاف ديال لي تكنيك باش تعرف حتى الجسم ديالك معاياش كيتاقلم. وبالاغلبيه ديال اللاعبين ديال كمال الاجسام تيجربوا على طول السنه انواع ديال لي تكنيك او انواع ديال التكرارات مختلفه. بحال مثلا في التكرارات انا عطيت ثلاثه، الاولى اللي هي كتضرب لي ريبيتيسيون قلال ولكن وزن ثقيل، تيكونوا لي ريبيتيسيون بين 3 و5، والثانيه اللي هي كيكونوا لي ريبيتيسيون بين 8 و12 وكتقدر تهز وزن شويه خفيف على اللي من قبل، وكتجي الثالثه اللي كتخدم فيها لي ريبيتيسيون طالعين ولكن الوزن تيكون خفيف اللي غادي يخليك مثلا تضرب 20 ريبيتيسيون عاد توصل للفشل عضلي. هاد ثلاثه ديال الطرق ديال الخدمه كتقدر تقسمهم على العام ديالك كامل كل مره وتخدم بواحد الطريقه مختلفه على حسب الهدف ديالك وعلى حسب السيتوياسيون ديالك. فكاين بعض المرات كتكون كتبغي ترتاح من الرياضه، فبلاصه ما تحبس من الرياضه بصفه نهائيه ما كتحبسش، وماشي ضروري تكون كتريني مسكراسيون كتهز الثقل، مره بدل شويه تقدر تبقى تخدم غير بالوزن ديال الكور ديالك باش حتى انت ما تملش وما يطلعلكش داكشي في راسك وتصدق حابس. حيت من غير الرياضه كنحاولوا نلعبوا حتى على الجانب النفسي باش النفسيه ديالك تكون ديما مستعده باش انك تريني وديما فرحان وعندك انرجي باش تمشي لاصال وتستمر. وباش تستمر في الرياضه ماشي ضروري تكون محافظ على نفس الروتين نفس البروغرام، فمره كتحاول تبدل البروغرام ديالك باش ما يجيكش الروتين كيتعاود ويطلع لك داكشي في راسك وتصدق حابس. وماشي ضروري تكون ديما كتريني العضلات بالاوزان، فتقدر بعض المرات تخرج على الروتين تريني بلا اوزان ترينيها بالكور ديالك. هنا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، نتمنى تكون استفدتي وصلتك المعلومه. ما تنساش تشوف الفيديوهات الاخرين اللي قبل من هذا الفيديو، لان المعلومات اللي كاينين في الفيديوهات اللي حاط ما غاديش تلقاهم في بلاصه اخرى.